سمعوا هذا بنادم هذا السمع. ما هو حق نسيت المغرب ما عندهمش مشكل مسلم ولا مش مسلم نسيت. لا هو بعثها اللي في تقرير انا نسيت الميزاجور نتاع 2025 ماهوش قدامي بلاغ كي يعرفوا روحهم ما يقدوش كوب دافريك ما ينظموهاش ما كون معناتها هذه ذولي ابسط الحلول. دونك مانيش عارف كيفاش الجماهير باش تمشي تتحول وشنو اللي باش يلقاو غاديك. وهل التونسي اليوم يهز علم فلسطين ويقول في غزه اليوم في مصر في شو اسمه في المغرب كيف في مصر في المغرب ما باش يلقى الترحاب الكامل. والله انا نشك في هذا ما عادش الجزائر مترشحه ولا لا الكوب دافريكا باش نثبت معناتها غايب عليا المعلومه. اما معناتها كي تعمل اجراء من النوع هذا نورمالمون الدول الاخرى تعمل اجراء عكسي حتى تطلب عليك فيزا. ما كان فماش فيزا ولا فما فيزا معناتها هذا غريب جدا. ساعة معناتها الموضوع كان يمكن يكون حاجه تقلق اذا جاء اتخاذ قرار ضد تونس ضد التوانسه. هو في الحقيقه اللي فهمته من البلاغ والمقالات هو انه اجراء كل الدول اللي الناس يمشيوا بلاش فيزا للمغرب. والله انا البارح شفت في ظهري على موقع الجزيره انه استاد فيه جماهير الرجاء يغنيوا على فلسطين حاجه فريمون. هذا درك صحافي وهضر على واحد الحاجه قال لك الاسلام قال لك بحال المغرب ماشي بلد مسلم. انا غادي نعطيك واحد الحاجه باش نصل لك ودنيك. شوف هذا التصاور هذا المغرب الاول في العالم في حفاظه القران الاول. هذه باش توصلها خصك تسلم على ودنك ضروري تسلم على ودنك ما تقدرش توصلها. وانت ما تمثلش كاع تونس وانت صحفي من صحافات زيكو كيما اللي عندنا انت ولا امثالك صحفي من صحافات زيكو. وبديت بالاسلام ومنا وطاطات وما تعرفش بانه المغرب من اول من حفظت القران. هذه كامله علاش داروا علينا الفيزا محقهم داروها عليك لانه بحال امثالك انت ما خصهمش يدخلوا للمغرب. امثالك انت خرجت السموم ديالك انت اول واحد هضرت في واحد الحوايج اللي بعاد عليك وما عارفش وما عندكش لي ديتاي ديالهم. اول حاجه مشيت دخلت في واحد الحاجه وانت ما عارفش المنتخب الجزائري بلا متاهل لكاس افريقيا وانت خاطيك بكره القدم يعني انت جيت درت السموم ديالك في هذاك الفيديو. ولكن ها جوابك هادو حافظين القران. هذه وحده. ثاني حاجه هضرت على الفيزا ومنا وما ما كانش خاصهم يديروها. علاش بحال مثالك انت ما خاصهمش يدخلوا. انا كون جيت هنا جيت بحال المغرب ندير الفيزا على كلشي ديريكت لانه بلد متطور عليك وعلى امثالك ولا صحافه زيكو ديالنا متطور لدرجه كبيره. بحالك انت امثالك ما خاصهمش يحطوا رجليهم في المغرب. يعني فهمت بحال امثالك انت ما خاصهمش يحطوا رجليهم في المغرب. هذه من جهه امثالك انت ما خاصش يحط رجليه في المغرب. هذيك باش تديها حلقه في ودنيك لانه انت نفذت سمومك في واحد الحاجه اللي ما خاصك تهضر عليها كاع. تهضر على واحد الحاجه اللي كبيره عليك وعارف غادي يكون الجواب ديال المغرب قاسح عليك. ولكن انت تمثل الا نفسك وانت ديت جوابك من عندي وتستاهل اكثر. وهضرت على حوايج ما فهمتش انايا. هما دايرين الفيزا على كل شيء وبلادهم وحرين وباغيين ينظموا كاس. علاش عطيهم كاس افريقيا وعلاش ما قادرينش ينظموا؟ جاو عندك تشكاو لك الملاعب اللي عند المغرب راك تحلم انت دير بهم. وبالعبره كاين مدربين توانسه في المغرب يحكيوا لك على ارضيه الميدان الملاعب فنادق. راه راسك يشوف انت عندك احنا في تونس انت عندك ملعب واحد رادس ملعب واحد يلعبوا فيه 700,000 ايكيب. ملعب واحد يتناوبوا عليه كاع تونس كاع الدوري التونسي يتناوب عليه. ومع احتراماتي لتونس لانه خاصها ملاعب بزاف وتونس تستاهل اكثر. صافي مثالك انت هما اللي خلاو تونس روطار وما خلاوهاش تطلع هكا. هذه يلا دي جوابك وسرح كما قال له الاخر. نجيو لواحد صحافه زيكو عاود. شوفوا ليها صحافه زيكو هذا البنادم هذا صحافه زيكو هذا قال لك اسيدي المغرب يدير الاقمصه المنتخبات الافريقيه جنوب السودان والمنتخبات الافريقيه اللي داير معهم شراكه سياسيا واقتصاديا ورياضيا دايرها معاهم ويدير لهم الاقمصه لانهم يتصنعوا في المغرب لانه المغرب هو اللي يصنع الاقمصه هذه في العالم. روح صحافه زيكو نقي لك ودنيك تفرج هذا الفيديو هذا. No sabemos qué ha pasado, pero lo voy a grabar por si acaso. تفرج هذا الفيديو هذا هنايا تاع جي تفرج هذا الفيديو عاود. لانسين تاع لاكاف منه تفرج لانسين تاع لاكاف منه بس ما تفرقاش بينه وبين الاوريجينال. عندك خوتي ثاني ماد انت البرا ما تخدمش الوضيحه ديال كيفاش طلع عليا جوج فيديوهات كومونتي تبوسوا لي الدين ديال من هاد الاقمصه ديال المنتخب خدموا هضروا الناس تخدم خوتي. فهمت صحافه زيكو اللي ما عندكش واحد الاخر. يعني هادو يتصنعوا في المغرب اقمصه يتصنعوا في المغرب ديال من ديال المنتخب الجزائري ديال اديداس فين يتصنعوا في المغرب. انت جيت شفت درت زعما باش دير واحد البوليميك عندك في لاباج ديالك لان انا عارف بزاف انت راك عارف انت تبغي رئيس اتحاديه وتموت على وليد صادي وتدافع على وليد صادي بزاف. هاكا ستاد نيوز هذه ليك ستاد نيوز هذه ليك يعني باش تعلم مره اخرى دير حتى هذا التصاور ديال الاقمصه ديال المنتخب الوطني الجزائري. التصاور ديالهم ديرهم قول لهم علاش قول وليد صادي علاش يتصنعوا في المغرب. علاش اديداس صنع الاقمصه في المغرب ماشي غير ديال الافارقه.
شفت كيفاش طيح جيت عندي انا ونحنتك، انا هو اللي نعرف لكم خبايا ديالكم وعايش وسطكم وعارف واش كاين يدور عندكم كاملين. هذيك الكاركتير باش تجي زعما دير البوليميك في لاباج ديالك باش يطلعوها لك باش تبان، لانه واش التفاعل ديالك طاح، التفاعل ديالك هو دير واحد ندير البوليميك، دير البوليميك بالقميص ديال المنتخب الجزائري غيطلع التفاعل. جيب القميص وحطو كيما حطيتو انا هنا غادي يطلع لك التفاعل توصل للقمه. هنا طاع ربي قول لهم علاش، قول لهم كيفاش حنا ما نصنعوش تيكو ما نصنعوش قميص تصنع في المغرب. تا هذوك الانديه اللي عندنا لو كنت تبحث مليح وتدور تبعهم القميص تصنعوا في المغرب، لانه المغاربه يخدموا. فهمت؟ لان انت ما تخدمش، الناس خدامه، الناس تخدم في كل شيء، يصنعوا سيارات يصنعوا اي حاجه. ومن القدام راهم درك هما شويه بشويه راهم غادي يدخلوا على اوروبا، غادي يمشيو مع اوروبا مع الاتحاد الاوروبي من المستقبل، وانت قعد انت تكريكيتي وحال فمك وتقول راهم يديروها غدوه هما غادي هذيك افريقيا يخليوها لك وتجبرهم مع الاتحاد الاوروبي. وقريبا كاين واحد النفق غادي يربط ما بين المغرب واسبانيا. ايوا تما ريح تما بقى تفرج، بقى تما تكتب، الناس تطورت وانت بقى تكتب فمايا وتبغي دير البوليميك في لي باج ديالكم يا صحافه الزيكو يا صحافه الويل. تعرف كنكرهكم وانا نقسم لكم بالله علاش كان النفاق ديالكم. تشوفوا الحاجه المغرب يصنع الاقمصه ديال المنتخب الوطني ما رضيتش تهضر بها وتمشي تهضر على جنوب السودان باش تعرف انت مريض باش تعرفوا بلا نتوما والله القسم الا خاصني نعاود لكم الرقيه. نتوما التوانسه من داروا عليهم الفيزا هبلوا. بصح نتوما صحافه الزيكو اسكت تولي ضاربين طم اصحابكم ما عندكمش الفيزا. والله لا ركبتي في الطياره اقسم لك بالله لا ركبتي في الطياره ويكون عندك الفيزا الكترونيه ويكون عندك الاخر يكون عندك لابليكاسيون لا والله لا ركبتي في الطياره. استاذ نيوز ياك ما راك حاسب راسك غادي غدوه وتجي داخل والله لا دخلت. هو انت اصلا انت صحافي اعطيهم المعلومات ديالك غادي يتيقنوا بها لداخل من يشوفوا المعلومات ديالك صحافي واش كان يدير في لاباج ديالو ويعرفك واش كدير ريفيزي. قعد يقول لك زيد كمل كتب تما احسن ما تجي عندي هنا تصدع لي راسي، لانه راه دخلوا شي وحدين واحد الامثال ديالك واحد يوتيوبر حاسب راسو صحافي ودخل المغرب ودا بغى يدير البوليميك جوج ديال الفيديوهات اللي ما كانش خاصو يديرهم. هذه اللي باقي 3 شهور كاس افريقيا وبغى يدير البوليميك ساعه جابها في راسو قال لك. المهم كاين واحد الخبر اخر ديال نهائي كاس العالم اللي خرجنا رئيس الاتحاد الاسباني البارح قال لك النهائي سوف يلعب في النهائي رانا نداقوا ونتناقشوا عليه باش يلعب سواء في مدريد ولا برشلونه برنابيو ولا كامب نو مع مدينه الدار البيضاء. هو قال مدينه الدار البيضاء مع ملعب الحسن الثاني ديال 115,000 هذاك غادي يديها لك ورسميا وهذه ديرها في راسك وانت راك عارفها لانه هذاك يرفد 115,000 وجاي في واحد البلاصه اللي واعره عليك. وانفانتينو راه شوف راه خدام في المغرب عنده المقر ديالو راه خدام في المغرب وغادي جاي كيفاش ما يعطيهمش النهائي. اش هذاك النهائي انت راهم يقولوا غادي يزيدوا 64 ايكيب يعني كاس العالم هذه غادي تكون قويه يعني المغرب غتكون عنده حصه كبيره لانه الملاعب اللي راه يوجد فيهم ملاعب ماشي ديال 10 ديال المقابلات 14 ولا 20 غتكون تقدر تتجاوز 30 مقابله عنده لانه الملاعب كبيره. تقدر كاس العالم مصغره تقدر تجرى في المغرب. فهمت؟ راه كاس افريقيا ودارها في 9 ديال الملاعب. عارف انت كاس العالم هذه غادي يحصل فيها هو نقول لك راه عنده 2 3 عنده 6 ديال الملاعب من احسن الملاعب يعني اكادير مراكش فاس طنجه ملعب الحسن الثاني بفاس ملعب الحسن الثاني ديال الجديد ديال بن سليمان وملعب مولاي عبد الله. شحال هذيك ماشي 6 غادي يكونوا هادو مغطيين ويرفدوا 80 فوق 70,000 فوق يعني حاجه كبيره وحاجه تكون واعره. هذه من جهه نتمناو الخير نتمناو التوفيق. وصحافه الزيكو اللي عندنا في تونس وفي الجزائر تحاولوا شويه فريخات وما تبقاوش تيريو لانه نتوما ما راكوش عارفين لا المغرب فين جاي لا المغرب كيفاش داير ولا الثقافه ديال المغرب راه فايتكم بزاف وهرب عليكم بزاف لا في البنيه التحتيه ولا والو وكل شيء بصح نتوما راكم عايشين غير في الظلمات. المهم هادشي اللي كاين. السلام عليكم تهلاو في راسكم الى فيديو لاحق ان شاء الله.